السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده الناس اللي خلاص فكرت إن رمضان كده بالنسبة لها خلص ودخلت خلاص في مود العيد ونسيت إن احنا لسه فاضل الليلة النهارده في رمضان، والنهارده ليله عظيمه جدا جدا وهقول لكم ليه. تمام، اتمنى ان انتم بجد ما تضيعوهاش. ليه النهارده ليله عظيمه؟ النهارده في مصر وفي بعض الدول العربيه النهارده ليله 29، ليله وتريه. ليله وتريه يعني قد تكون ليله القدر. اللي قال لك بقى شفنا علامات، شفنا مش عارفه ايه، ليله حسينا بيها بالسكون، لسه النهارده ليله وتريه. رمضانات فاتت كتير كان بعد ما رمضان بيخلص وبيتحروا بقى العلامات بتاعه سطوع الشمس وكده، كان في كتير بيجزم ان هي كانت ليله 29 بس بعد ما رمضان بيخلص. فيا جماعه بجد اغتنموها. طيب، وارد ان رمضان ما يكونش كامل عندنا، ووارد انه يكون كامل في دول تانية اللي صامت قبلنا. فمعنى كده ان النهارده ممكن برضو تكون اخر ليله في رمضان عندنا، وممكن تكون اخر ليله في رمضان في الدول العربيه اللي رمضان هيكون عندها كامل. طب وايه اللي بيحصل في اخر ليله في رمضان؟ احنا عارفين ان في رمضان ربنا بيعتق في كل ليله عباد ليه، تمام، سبحانه وتعالى. تمام، بيجي بقى في اخر ليله في رمضان بيعتق ربنا قد اللي اعتقه في رمضان كله. تمام، انتوا متخيلين بقى؟ اضربوا بقى، شوفوا لو ربنا مثلا بيعتق في كل ليله مثلا رقم، اضربوا بقى الرقم ده في 28. هيطلع النهارده بقى هيعتق قد اللي اعتقه في الشهر كله. فمعنى كده ان هي باي حال من الاحوال، سواء كانت ليله وتريه سواء كانت اخر ليله في رمضان، فهي ليله عظيمه جدا، اغتنموها. وراكم بقى حاجات، وراكم مشاغل، ايا كان حاولوا بجد تتفرغوا في جزء منها ان لم يكن كلها للعباده. قيام ليل، صلاه، بقى شامل الصلاه، قراءه القران، ادعيه، ادعوا لنفسكم ولكل حبايبكم بكل اللي نفسكم فيه. تمام، انا جيت النهارده عشان اقول لكم، عشان عارفه الناس كتير دخلت في مود العيد. هاتوا كل اللي نفسكم فيه، هاتوا لبس جديد، افرحوا وفرحوا كل اللي حواليكم. بس انا من وجهة نظري ده اللي انا بعمله، فرحة العيد ما بتبدأش غير بعد فطار اخر يوم في رمضان، ولما يقولوا لنا ان بكره العيد بعد كده بقى خلاص، يبقى كده خلاص خلصنا رمضان وبدأنا ندخل في مود العيد. لكن بنجهز للعيد، نشتري لبسنا الجديد، نشتري بقى الحلويات، نشتري كل اللي احنا عايزينه، والكحك والبسكوت واللي بيعمل في البيت واللي بيشتري. لكن رمضان معانا لغايه اخر فطار لينا ان شاء الله باذن الله في رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وجميع الدعوات، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعيد عليكم رمضانات عديده عديده جدا ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.